عليكم يا احلى اخوات واحلى اصحاب. انا عارفه متاخره عليكم، بس والله مريت بظروف، وانتوا عارفين دخلة المدارس والزنقه كل واحده وعارفه النظام بتاع المدارس ايه وده. ان شاء الله هنبدا حلقه جديده وقصه جديده، يا رب تعجبكم. معاكم رانيا فضفضة قلبي مع رنوش. النهارده القصه طعنه من اقرب واحد. الطعنات اللي بتيجي من الغرباء بنعرف نداويها، لكن الطعنة اللي بتيجي من صديق، من حد كنت شايفه اخوك وسندك، دي بتكسر ظهرك وتفضل علامة جوه روحك طول العمر. قصتي النهاردة عن غدر الصديق، غدر يموت الثقة وكسرة القلب. طبعا ده عنوان الحلقة بتاعتنا، والحلقة بتتكلم النهاردة عن الصديق واختيارك ليه ايه والطريق اللي بتمشي معاه. كانوا بيتقال عليهم أصحاب العمر، يوسف وآدم. من أول يوم في المدرسة وهم مع بعض، أكل سوا، تعبوا سوا، وقفوا جنب بعض في كل موقف صعب. يوسف كان بيعتبر آدم مش مجرد صاحب، ده كان أخ ليه. مرت السنين، كبروا وفتحوا مشروع صغير سوا. يوسف كان بيشتغل ليل ونهار عشان ينجح، وكان دايما بيقول المكسب مش مهم، المهم نفضل سوا. لكن آدم كان شايف الدنيا غير كده، كان طماع، بيبص للمكسب، بيدور على نفسه وبس. طبعا الأنانية وحشة. في يوم يوسف اكتشف حاجة كسرت ظهره. آدم باع المشروع من وراه، خد الفلوس ومشي. يوسف ما كانش مصدق ازاي ده حصل، ده كان بياكل منه لقمة عيش. جري وراه سأله ليه يا آدم؟ رد عليه بكل برود، الحياة مصالح وانا ماليش مصلحة معاك دلوقتي. اللحظة دي كسرت قلب يوسف، مش عشان الفلوس لكن عشان العشرة، السنين اللي اتبنت بثقة. يوسف قعد بالليالي بيسأل نفسه، هو أنا كنت مغفل ولا الصداقة دي كانت وهم؟ لكن الحقيقة الموجعة إن الغدر مش بيجي من بعيد، الغدر بيجي من أقرب إيد مسكت إيدك. يوسف بدأ حياته من جديد، بس بعد درس قاسي. مش كل صاحب أخ، ومش كل ابتسامة أمان. اتعلم إنه يحط حدود ما بينه وبين أي صاحب، وإن الصداقة الحقيقية مش بالكلام، الصداقة بالمواقف. ورسالة ليكم، لو اتغدرتم اعرفوا إن المشكلة مش فيكم، المشكلة في اللي اختار يبيع. اوعوا تفقدوا الثقة في الدنيا كلها، عشان في لسه ناس أوفياء، بس الأوفياء عملة نادرة. وغدر الصديق بيعلمنا إن مش كل اللي حوالينا يستحقوا يدخلوا جوه قلوبنا. مش أصعب من وجع الخيانة. اللي وجع الغدر، والوجع الأكبر لما الطعنة تيجي من أقرب الناس ليك، اللي انت كنت فاكره صاحب وبتاكل معاه عيش وملح، وفاكر ده هو ده سندك في الحياة. قصتنا النهارده مع فضفضة قلبي مع رنوش هزت مشاعرنا، وتحسوا قد ايه الثقة غالية، واللي يغدر بيك ما يستحقش حتى دمعة منك. شاركونا في القصة، يا رب تكون عجبتكم. والقصة طبعا مؤثرة، عشان كده بنقول اختار الطريق قبل الصديق. الصديق دوت هو اللي هيعرفك هتمشي طريقك ازاي، انت طريقك صح معاه ولا لا. الغدر وحش، غدر الصاحب لما يكون فاكره اللي هو اخ ليك، لا، عشان كده لازم تعرف مبادئه واخلاقه قبل اي حاجه. ويا رب يكون القصه عجبتكم، واستنى